ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حطوا بقى كده العدس على الرز، وتعالوا بقى كده نعمل احلى وصفة. هنعمل النهاردة الكشري الاسكندراني على طريقتي، ان شاء الله يعجبكم. معانا 4 كوبايات رز، عليهم ربع كيلو عدس. هنقلبهم على بعض كده وهنركنهم على جنب. واول حاجة هنبدأ بيها الصلصة بتاعتنا. معانا ريت عصير طماطم زي ما حضراتكم شايفين، معانا معلقة توم، معانا نص معلقة كزبرة، معانا حوالي 5 معالق خل. وهنعمل بقى كده احلى شوية صلصة للكشري. اول حاجة هنحط معلقة سمنة، عليها حوالي 5 معالق زيت. السمنة على الزيت كده هتدي الصلصة بتاعتنا طعم جميل جدا. وهنحط عليها دلوقتي حاجة مكون كده هيخلي الصلصة بتاعتكم جبارة. احنا بقى يا حبايب قلب القوطه اللي انا فرماها ديت، حط عليها قرنين شطه حمر عشان يديك اللون الاحمر الجميل. هننزل كده بمعلقه الثوم وهنصفرها كده مع بعضنا، وننزل بشويه الكزبره. بمجرد ما الثوم يفك معايا في الزيت على السمنه كده، هنزل عليه بالكزبره عشان ريحه الثوم مع الكزبره هتخليها جميله جدا. احنا بقى نعمل النهارده وصفه كده اقتصاديه وسهله. صفرنا التومه بقى بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، هننزل عليها بالكزبره. التوم مع الكزبره الناشفه دي بتدي ريحه جميله جدا. بمجرد بقى ما تشم ريحه التوم مع الكزبره كده، هننزل ب5 معالق خل. احنا هنشوحها كده لحد اللون بتاعها ما يغير مع الكزبره، وهننزل عليها بالخل تغلي حوالي ثواني كده، وهننزل عليها بعصير الطماطم. وعاوزه اقولك بقى لما بتنزلي عليها بالخل كده الريحه بتطلع جميله جدا. شايفين بمجرد ما بتنزلي على الخل كده مع الثوم بيغلي كده، اول ما بتنزلي عليه هنجيب بقى عصير الطماطم دوت احنا ضاربينه ومصفيينه، حط عليه قرنين شطه حمر. الشطه الحمرا دي اختياري بس بتخلي القوطه بتاعتك جميله جدا. شايفين اللون والقوام بتاعها. احنا اول حاجه هنعملها في الكشري بتاعنا الصلصه. هنقلبها بقى كده، واحط معاها بقى كده يا حبيب قلبي نص قرن شطه اخضر. هحطه سليم كده هيخلي الصلصه بتاعتك طعمها جميل جدا. احنا هنغسله، هنقطع ناخد النص اللي فوق بس كده من غير البذر، وهنغسله وهنحطه مع الطماطم. واول ما يغلي كده معانا نص معلقه كمون صغيره، ونص معلقه كزبره، ونص معلقه فلفل، ونص معلقه شطه. الشطه دي بقى اختياري للي حابب الصلصه تبقى سبايسي، علشان الشطه الخضراء دي والشطه الحمراء اللي احنا حطيناهم في الصلصه حراقه. وبمجرد بقى ما هتسبك معانا بالطريقه دي، احنا هنسيبها تستوي خالص وتسبك معانا بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها كده. ومعانا مج ميه، هننزل كده على الصلصه بتاعتنا عشان احنا عايزين الصلصه خفيفه شويه مش سميكه قوي زي ما حضراتكم شايفين. بس احنا لازم نسبكها كده الاول علشان ما تبقاش طعم الصلصه معانا ني. بعد كده بقى هنظبط الحوض وهنظبط القوام بتاعها، وهتغلي غلوه واحده وهنطفي عليها زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده بقى هنعمل الرز بتاعنا. احنا كده معانا 4 كوبايات رز، عليهم ربع كيلو عدس، حوالي كوبايه ونص عدس. حوالي هو كيلو رز عليه ربع كيلو عدس، بمقدار 4 كوبايات رز على كوبايه ونص عدس. هنقلبهم مع بعض وهنغسلهم جامد. لازم تغسليهم جامد جدا يا حبايبي علشان الرز والعدس لازم يتغسلوا حلو. برضو معانا معلقه سمنه هننزل عليها بحوالي 5 معالق زيت. ومعانا بصلايه انا مخرطاها رفيع جدا زي ما حضراتكم شايفين. اثناء ما بحمرها بقى كده همسك الرز اغسله كويس جدا وهصفيه، لازم تصفيه حلو. احنا بقى هنصفر البصلة بتاعتنا، احنا عايزينها تاخد لون بس مش لون غامق قوي.
بتمنى الطريقه تعجبكم والفيديو يعجبكم. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايبي. وعايزه التعليق الجميل بتاعكم، واهم حاجه اللايك عشان يرفع الفيديو. ده بقى كده اللون اللي احنا حصلنا عليه. وبعد كده بقى هنغسل الرز، هننزل بقى كده دلوقتي بالرز احنا غسلينه ومصفينه جامد. ومجرد ما البصله تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده وهنشوحها كويس جدا. هنبطش بقى على الرز وهنفضل بقى نقلب فيه لحد ما ينشف خالص معانا. علشان تاخدي بقى احلى شويه رز مفلفلين كده لازم تشوحي الرز جامد. دي التركية بقى اللي هتخليلك الرز بتاعك مفلفل. انا هنزل بقى بكمية الرز كلها وهوطي عليه وهفضل اشوح فيه لحد ما ينشف خالص معانا. بعد كده لازم نزيده بمية بتغلي. لو عندك كتل بقى هتحطي الكتل تخلي المية تغلي او تغلي مية. لازم المية بتاعتنا تبقى بتغلي والرز يبقى متشوح ونشف حلو علشان بقى نعمل كده ايه احلى شوية رز مفلفلين كده. هنعمل الكشري الاسكندراني طريقته سهلة جدا ومش بياخد اي وقت معانا. انا لازم انشف الرز زي ما بوري لحضراتكم كده. هنظبط بقى الحدق بتاعنا. معانا نص معلقة ملح، ومعانا حوالي ربع معلقة فلفل وربع معلقة كمون، ومعانا شوية شطة. والشطة دي برضو اختياري، لو مش حباها تقدري تستغني عنها بس هتخلي الرز بتاعك طعمه حلو. احنا مش هنكتر التوابل عشان مش عاوزين نغمق الرز بتاعنا. احنا بس هنكتره كده نكهة بسيطة تدي ريحة بس. بمجرد بقى ما ينشف معانا خالص وهنبهره ونظبط الحدق بتاعه هننزل بقى عليه كده بالمية. وهوريك ازاي تعرفي ان الرز بتاعتك متزود زيادة بتاعته حلوة مش كتير. كده الرز نشف معايا خالص اهوت هو والعدس. هزيده بقى يا حبايبي. شايفين بيغلي ازاي؟ اول ما حطينا المية لازم المية بتاعته تكون بتغلي عشان الرز بتاعنا زي ما قلتلكوا يبقى مفلفل كده وجميل. هقلبه بقى كده وهظبط الملح بتاعه، وهظبط ان كده حاطه الملح فهدوقه برضو وهتاكد ان الملح بتاعه مظبوط. الملح ده بقى حسب الكميه اللي انت هتعمليها. شايفين بقى لما تحطي المعلقه كده وتفضل واقفه وثابته كده ما تتحركش شمال او يمين تعرفي ان الرز بتاعك الزواده بتاعته مظبوطه. انا قلبت لكم الرز وحطيت المعلقه تاني اهي. ده بقى كده الشكل النهائي بتاعنا للعدس بعد ما استوى. شايفين الجمال؟ شايفين اللون عامل ازاي؟ شايفين لون الصلصه بتاعتنا؟ احنا عملنا بقى كده تقدري انك تحمري بصل معاه بس طبعا انا استكفيت بالرز والصلصه. ممكن تحمري بصله زي بصله الكشري بالظبط وهتحطيها جنبه هتبقى جميله جدا. وده قوام الصلصه بتاعتنا كده واللون بتاعنا جميل. اللون ده كده من القرن الشطه الاحمر اللي قلتلكوا عليه في اول الفيديو. شايفين الجمال؟ يا رب بقى كده الفيديو بتاعي يعجبكم. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تبخلوش عليا باللايك والشير والاشتراك في القناه. اهم حاجه اللايك يا حبايبي عشان يرفع الفيديو ويوصل لاكبر عدد من الناس. وعاوزه ادعمكم بقى وعاوزه التعليقات الجميله بتاعتكم كده اللي بتحفزني ان انا انزل لكم فيديوهات. وبتمنى الطريقه تعجبكم وبتمنى الوصفه تكون خفيفه على قلبكم. بتمنى بقى كده الدعم بتاعكم يا حبايبي. واستنوني في فيديوهات كتير واشوفكم على خير.